أعرب العديد من أبناء الجاليات العربية المقيمين في اليونان عن فخرهم واعتزازهم بافتتاح المتحف المصري الكبير، موضحين في لقاءات مع القاهرة الإخبارية أنه ليس إنجازا لمصر فقط بل للعالم العربي بأسره، كما أنه يعزز من مكانة مصر الثقافية والسياحية عالميا. فيما أكد المصريون في أثينا خلال لقاءات مع القاهرة الإخبارية أن هذا الحدث يمثل لحظة تاريخية طال انتظارها. بصفة مواطن مصري طبعا أشعر بالفخر واعتزاز كبير بافتتاح المتحف المصري الكبير، إنجاز عظيم يجسد عظمة تاريخنا وحضارتنا التي تمتد لآلاف السنين. الآثار المصرية هي مش مجرد قطع أثرية، بل هي صفحات ناطقة من تاريخ الإنسانية تظهر عبقرية أجدادنا في البناء والفكر والفن. طبعا شعور لأي، مش لي أنا لوحدي، لأي مصري طبعا بكل افتخار واعتزاز إن احنا نفتتح المتحف المصري الكبير والعالم كله يحضر عندنا. ده فخر لكل مصري واعتزاز كبير طبعا. بالتاكيد احنا كمصريين سعداء جدا بفتح المتحف الكبير، لان اولا مش غريب على اكبر حضاره في العالم ان يكون عندها اكبر متحف في العالم. ويمكن كل الدول وكل الناس اللي انا قابلتهم حتى هنا كلهم منتظرين افتتاح المتحف ويتكلموا عنه. انا كنت مستغرب يعني ان في له صدى كبير جدا في ان هو هيضم اكبر قطع اثريه اكثر من اللي كانت في المتحف بتاعنا القديم، وده شيء هيزود اكيد السياحه وهيكون له مردود كبير جدا على مستوى العالم. انا كمواطنه مصريه انا بشعر بالفخر والاعتزاز ببلادي عشان هنفتتح المتحف المصري الكبير. ده اكبر متحف في العالم، ده انجاز تاريخي وتتويج لتاريخ مصر من الحضاره والعلم والفن والثقافه. ان في كوبري بين المتحف الكبير والهرم. الكوبري ده ليه معاني كتيرة جدا، ان احنا بنربط العصر الحديث اللي احنا بنحاول نتقدم ونثبت وجودنا وسط العالم وبين الحضارة. الكوبري ده هو اللي هيوصل اجيالنا اللي جاية بالحضارة القديمة ويرجع لهم الهوية المصرية ويقول لهم هي دي مصر. طبعا حاجة فرحة ما تتوصفش، لأن ده فخر يعني حاجة مش قادرة أوصف لك الفرحة اللي جوانا عاملة إزاي. وبعدين في أصدقائنا، في معارفنا، في مجالات بنقعد في مجالات كتيرة بنتكلم على الموضوع ده. لما تكون حاجة عالميا، حاجة على مستوى العالم كله ما فيش في أي دولة تانية زيها، دي تبقى حاجة عظيمة جدا. المتحف المصري الكبير يعتبر إنجاز من أكبر وأهم المشاريع الثقافية الحضارية يلي أنجزتها مصر. طبعا مصر بلد كتير عظيم، مصر أم الدنيا بالنسبة لنا، والمتحف الكبير يعني يعتبر ما بعرف مش بس كتير مهم لمصر، بس مهم لكل الدول العربية ومهم كمان على مستوى العالم. ولكنه أيضا يعبر عن شعور واحساس مرضي بالنسبه للبلدان العربيه الاخرى، لانه ايضا يمثل العرب كلهم، فهو ليس فقط لمصر وانما للوطن العربي باسره. وانا كمواطن سوداني اراه خطوه مهمه في حفظ التراث الانساني وابراز للجذور المشتركه لوادي النيل. المتحف هذا يعيد الاعتبار للتاريخ والتراث الإنساني، وأنا كمواطن ليبي أراه خطوة عظيمة تفتح الباب أمام نهضة ثقافية عربية متجددة. شكرا مصر. حول افتتاح المتحف